الناس. وفضلا عن ذلك فقد أكد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على تحقيق حقوق الجوار على الجار الآخر بدون النظر إلى أساس الدين والاعتبارات الأخرى، بل هناك أحاديث أخرى تحثنا على أن نعامل الجار معاملة طيبة، وذلك يشمل الجوار غير المسلمين. هذا تعليم الكريم ليس ألفاظا تقال، بل عمل وتطبيق يقيني. ولا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد اتجر مع الكافرين معارضين له في مكة على أسباب السلم. إخواني المحترمون، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفظ المعاملة الشخصية الطيبة مع اليهود في المدينة المنورة ولو كانوا يعارضون بعثته الكريمة. وقد زار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوتهم وشاركهم بالحزن والفرح. وفوق ذلك فقد حقق رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاملة التجارية مع بعضهم. ونضرب لكم مثلا حكاية مشهورة عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأعمى الأجوز. في يوم من الأيام رأى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعمى شيخا أمام بيته يتكفف الصلاة، فقرأ أذنه بلطف وسأل: من أنت؟ أجاب الأعمى: أنا يهودي. ما الذي يدعوك تفعل كما فعلت هذا؟ أجاب الأعمى: يهودي الجزية والفقر والشيخوخة. فحمله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيته وأعطاه كل شيء على قدر استطاعته لسد حاجة المستعجلة، وفرجه وغيره من الذين عاشوا قيسته من دفع الجزية، وأمر أن أجرة مؤقتة وحماية من بيته من الدولة الإسلامية. يا معاشر المسلمين رحمكم الله، من تلك خطبتي السابقة، والآن جاء الوقت لأخذ خلاصة من تلك خطبتي. والأول: فالإسلام يكره تفرقة في الجنس والدرجات واللون والمكان. وأخيرا أقول لكم: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا كثيرا.